السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحة تحكم خارجة شحن ان شاء الله، خارج مع اللوحة شفاط 60 في 60 اتحاد اوروبي، وخلايا تبريد مقاس متر في متر، سمك 15 ورق الوادي بالواتس. لوحة التحكم حضراتكم معانا 7 مرحلة، راكب عليها ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل دفاية وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم 1 للتهوية وسحب الامونيا من داخل مكان التربية. شفاط رقم 1 حضراتكم بياخد امرين، الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره تنخفض معانا درجات الحراره، يقلب تاني تايمر اوتوماتيك للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. وتايمر تاني حضراتكم شغال ليه خلايا التبريد. نوهنا في فيديوهات كتير عن اهميه تايمر خلايا التبريد عشان خاطر الخليه ما تفضلش شغاله معانا فتره طويله وتعلي الرطوبه معانا في المكان. كمان الغاطس ما يشتغلش فتره طويله ويستهلك ميه كتير. افضل وقت بنظبطه على تايمر خلايا التبريد عن تجربه بيكون دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. وتايمر تالت حضراتكم شغال ليه الفانات. وتايمر رابع حضراتكم شغال ليه برنامج الاظلام. ومعانا كمان الرطوبه ترموستات اس تي سي 501، ترموستات ممتاز جدا في قرايه الرطوبه. ولمبه لقراءه الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله. بنشوف حضراتكم التقفيل من الداخل. طبعا نوهنا في فيديوهات كتير عن اهميه التقفيل من الداخل واهميه تامين جميع لوحات التحكم. هنا زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه لتقفيل اللوحه من الداخل، زي ما واضح امام حضراتكم كمان بالنسبه لتقفيل باب لوحه التحكم. جميع السلوك بتكون متوصله بترامل زي ما واضح امام حضراتكم. بنشوف اللوحه حضراتكم بتكون 7 مرحله. معانا كوندكتور رئيسي للدفايه، كوندكتور 40 امبير كوري داكو اصلي متوصل بسلك سويدي اصلي 6 مللي. وكوندكتور الشفاط 12 امبير، كوندكتور شفاط رقم 2 12 امبير، كوندكتور خلايا التبريد 12 امبير. معانا كوندكتور الفانات 12 امبير، كوندكتور الرطوبه 12 امبير، كوندكتور اخر حاجه معانا برنامج الاظلام 12 امبير. واللوحه متوصله حضراتكم بسلك اساسي العمومي سلك سويدي اصلي 6 مللي، متوصل بمفتاح ثنائي هونداي كوري 63 امبير. نوهنا طبعا في الفيديو اللي فات عن اهميه المفتاح القاطع عشان خاطر لا قدر الله في حصل اي ماس المفتاح يفصل الكهرباء اوتوماتيك بدل ما يحصل معانا حريق في المكان لا قدر الله. بنشوف حضراتكم طبعا طريقه التوصيل. من اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم 1، توصيل شفاط رقم 2، توصيل خلايا التبريد، توصيل الفانات، توصيل الرطوبه، واخر حاجه معانا توصيل برنامج الاظلام. وهنا طبعا حضراتكم الحساسات. هنا معانا الحساس الاستانلس الكوري اللي بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره، سلك 10 مللي. وكمان سلك حساس الرطوبه برضو سلك زي ما واضح امام حضراتكم سلك اصلي طولناه بسلك 10 مللي. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. ويوجد كمان تصنيع لوحات التحكم للغرف المنزليه. يوجد كمان حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن، خطوط النبل، ادراج السبله بمقاساتها، سقايات وعلافات بمقاساتها، الشبك والارضيات البلاستيك، خلايا التبريد، العلافات الصاج وشوش البطاريات والدفايات الغاز، وجميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي، وجميع مقاسات الشفاطات الالماني الاصلي، والشفاطات طبعا المصري. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.